هذه القصة تحدثت بين السعودية واليمن. هذا جار لي يحكي لي القصة هذه، يقول لي صديق في اليمن وعايش أنا وياه في السعودية 15 سنة صداقة، والصداقة ذي على مستوى العائلة بعد. فيقول الرجل قال أبي تجيني في اليمن، الكلام هذا قديم قبل الأحداث. فأصر عليه قال أنا وقت الأمطار عندنا ونبيك تجي ونوسع صدرك، وهو الرجل ابن قبيلة هذا. فيقول خلاص حجزت، قلت بجيك. يقول ركبت الطيارة، كانت رحلتي في الليل. يوم بقى على نزول مطار صنعاء ربع ساعة، في واحد وراي سعودي تقدم وقعد جنبي. قال أخ سعودي؟ قلت إيه. قال رايح لي؟ يقول لابس بدلة. قلت إيه نعم. قال تعرف أحد في اليمن؟ قال إيه. قال أنا أبغى فزعتك. قلت ابشر. قال والله قصتي طويلة أبغى أقولها لك. قلت لا، الحين باقي 10 دقائق وربع ساعة تنزل الطيارة وهم مجال، خلى إذا نزلنا وقابلنا صاحبنا قل اللي عندك ويمكن خوينا يساعدك، أنا خوينا واصل. يقول نزلنا في المطار، هذا خوي مدير في إدارة حكومية كبير. يقول يوم نزلت وحنا عند الشناط ننتظرها، هذا الرجل السعودي معه ابن عم له جاي، أنا ما انتبهت إلا له، بس يوم نزلنا لقيت ابن عمه جاي معه وانا، وفيه موظف عندي في الاداره ما دريت عنه معطيه اجازه شهر اثره جاي لليمن. فجاء وسلم علي ابو هشام. قلت نعم. قال وش جابك؟ قلت والله انا جاي ازور خويي. وانت وش جابك؟ قال انا ابوي يشتغل في السفاره وجاي اسلم على ابوي. فيقول سبحان الله اجتمعنا عند محل الشرط، اعطاني الكرت حق السفاره، خويي ولد عمه معي جنبي، اخذنا شنطنا واستقبلنا صاحبنا المهندس هذا اليماني. يقول أثر حاجز لنا في صنعاء فندق، لأن ديرته في منطقة اسمها ردع تبعد 300 كيلو أو 250 كيلو عن صنعاء. فيقول جينا الفندق هذا، أثر مستأجر غرفة لي وغرفة له، لكن يوم درن معي أخويا راحوا استأجر غرفتين. المهم يوم حنا قاعدين كل خذ غرفة وتغيرنا وجينا في الصالة، أثر ذابح لنا ذبيحة. يقول جبت اخوياي الاثنين اللي تعرفت عليه في الطيار، الرجال هذا ابن عمه. قلت يا فلان؟ قال نعم. قلت الرجال هذا عنده مشكله والله ما سمعتها ولا عرفت الا في الطياره، وان كان تقدر تحلها له في اليمن فاكون لك من الشاكرين. يقول هذا الكلام عقب العشاء. يقول قام هذا الرجل ينطق، وش عندك؟ هذا الرجل عمره 35 سنه. قال والله يا اخوي انا ابحث عن امي، ابوي متزوج وسبحان الله جيت أنا وذكروا لي أن والدتي ماتت من أنا صغير، ولا أدري عن أمي هي حية ميتة، ولكني أراها في المنام أنها في اليمن. ورحت سألت مفسرين وذكروا لي أن والدتك حية وموجودة في اليمن. والله ما أعرف عنها أي معلومات، اللهم أني يتزول لي القرية اللي هي منها ومعلومات عنها أنها شمال صنعاء ب70 كيلو. هذا كل اللي شفته في المنام. سألت جماعتي، سألت ربعي، في ناس أعطاني أخبار لكن خايفين. فأنا جاي اليمن أبحث عن أمي من 30 سنة ما أدري عنها. وش تعرف عنها؟ قال والله أعرف عنها أن اسمها فلانة وأنها تبعد عن اليمن القرية اللي منها 80 كيلو شمال. قال خير إن شاء الله. يقول هذا الرجل ما شاء الله تبارك الله عنده علاقات، أجرى اتصالات بالقرى اللي توقعنا منها، فلقوا قريتين فيها 4 حريم متزوجين سبقوا تزوجوا سعوديين راكبة المواصفات عليهم، إلا أن هذول ما جاهم عيال ما عدا واحدة شكوا متزوجة وعندها عيال. فقال الآن هذا الكلام اليوم الثاني الصباح، قال أنت عندك خيار، تطلع الآن أطلع أنا وأنت وخوينا أبو هشام نروح للديرة، ولا قال لا أنتم روحوا بحالكم وارسل معي 2 3 من أخوياك يساعدوني. فقال ابشر. فيقول استأجر لهم سيارة وخذ 2 من أخوياه، وطلع الرجل هذا ولد عمه وراحوا للقرية. يقول أنا وخويي رحنا الردع، قعدنا هناك أسبوع. شوف القصة بعدين. يقول الرجل هذا يقول يوم جاء القرية سبحان الله، يقول كل ما دخل كل ما قرب منها يقول قلبه يدق. والله يا أخوان اللي قص عليه واحد اسمه أبو هشام، بعضكم شافه عندي في المجلس، يقول كل ما جيت القرية قلبي يدق، متجه القسم في القرية هذه يقول كنا هنا، كن أمي في الحياة. يقول فعلا المنطقة اللي هو يتذكرها، يقول جينا وطقينا الباب، طلع الرجال زوجها، السلام عليكم السلام. قال زوجتك سبق تزوجت سعودي وجابت ولد، والولد معنا الحين عمره 35 سنة جاي يسلم على أمه.
يقول يطلع علينا بالرشاش. وش ولد عمره 35 بيجي يسلم على وش هالكلام هذا؟ يقول شوي الا يقول نروح لامير القبيله اللي في القريه وعلمنا القصه، قال احنا نذكر المراه هذه تزوجت سعودي ورجعت، لكن ما نذكر يعني انك ولدها ولا ما انت ولدها. فاسالوا المراه، راحوا عن طريق الحريم وسالوا المراه قالت نعم. يقول احنا بعد الحاح واصرار على الرجل هذا الغيره يعني ما هو تاكد الرجل قال انا بس بكلمها من وراء الباب عباتها بس عليها عباتها ابغى اشوف امي ابغى اكلمها. يقول والله من يوم دخلت البيت وسبحان الله حسيت هذا، يقول قمت ابكي ما قدرت اتكلم معها يعني، وهي قامت تبكي. قالت طبعا ظاهر اسمه محمد، انت محمد بيتكم في العريجه في الشارع الفلاني الرجال. يقول يوم قالت يقول انا اسقطها، يقولوا انت خام انا وياها بكى سنه في ساعه. يقول زوجها واقف واثنين، يقول له اخوان من امه وله خوات يقول سبحان الله. قال الرجل شوف اللي تبي من امور الدنيا انا حاضر، اجيبك السعوديه واجيب امي واجيب اخواني وناخذ عمره وتجون عندي معززين، انا مسؤول عنكم كامل، بس ارجوك ما تحرمني من امي. يقول بكى الرجل وتاثر سبحان الله. يقول جاءنا عاد هو في ردع وقعد معنا وعلمنا، يقول وكرت السفاره اعطيناه اياه، ويوم بلغنا السفير جزاه الله خير تفهم الموضوع وساعد واخرجوا لهم فيز عمره وجو سووا لهم احتفال كبير هنا وتعارف. فسبحان الله يعني الولد وامه شوف شلون هالحنان، بحث عن امه حتى وجدها. اسال الله العلي العظيم ينفع بالقصه هذه. الله يسعدك ابو عبد العزيز، الله يسعدك. وبعد من المحسن استاذنك ابو سعد يقص